معمول بلا سمنة وبلا زبدة وبلا زيت. هيدي الوصفة شفتها عند ألسي أبو جودة لوتس دايت كلينيك، قلت أنا بدي أجربها وإذا طلعت طيبة رح أخبركن عنها. حطيت 200 جرام طحين فرخة، 200 جرام سميد، وتحضروا نفسيا 200 جرام لبنة، بس اللبنة لازم تكون بلا ملح. إذا بتحبوا تعرفوا كيف نعمل لبنة رح أحط لكم لينك بالديسكريبشن تبع الفيديو. حطيت فوقهم فنجان قهوة مخلوط، نص ما زهر نص ما ورد، خلطتهم كلهم مع بعضهم وتركتهم يرتاحوا من عشية لتاني يوم. هلا هي حاطة انه في سكر بالوصفة، انا ما حطيت، عملتهم بلا سكر. جبت التمر مثل منه، زدت عليه شوية فانيليا، كعزلتهم وحشيتهم وحطيتهم بالفرن. بدهم 20 دقيقة بالفرن وبشيلهم، وهلا رح دوقهم قدامكم. اذا طيبين عملوهم، واذا مش طيبين جايين شوي على كعك اكتر من معمول، طعمة كتير طيبة. يعني ما كنت بتخيل بحياتي كلها انه اعمل معمول بلبنة. انا شخصيا السنة الجاي رح اعمل هيك، ما رح استعمل ابدا لا سمنة ولا زبدة، لان الواحد بياكل وهو ضميره مرتاح. وبنصحكن العجينة رققوها قد ما فيكن، شوفوا قديش هي رقيقة حتى تقدر تفت انتوا عم تاكلوها. تخيلوا انه كل هولي يعني 10 حبات من هيدي الوصفة فيهم دهن قد حبة وحدة من المعمول اللي بنعمله عادة. وهيدا قلب خفيف بلا دهن مني لإلكن. ما بننسى شو؟ نفس بالطبخ. I love you all.